ليه البيوت صايرة تشبه بعض؟ ليه منفوت على بيت ومنفوت على بيت تاني منحسهم نفس الشي؟ لأنه للأسف الناس لهلأ مفكرة أنه التصميم هو عبارة عن شكل حلو أو ماخدينه كوبي بيست من السوشيال ميديا أو من الانستغرام. نسيوا أنه التصميم هو كمان إنساني، يعني فيه مشاعر وفيه أحاسيس، ولازم البيت يعكس هوية وشخصية الناس اللي ساكنة فيه. في فرق كبير بين بيت حلو وبيت تحب تعيش فيه، بيت معمول للإنستغرام والسوشيال ميديا وبيت معمول لحياتكم اليومية. وهذا أهم سؤال دايما نبدأ فيه: كيف بتقضوا وقتكم بالبيت؟ وشو معنى البيت بالنسبة إلكم؟ هل هو مكان للراحة ولا كمان بتشتغلوا من البيت؟ وشو نشاطاتكم اليومية؟ ومين بيستخدم البيت؟ في كبار بالعمر، يجيكم ضيوف، عندكم أطفال، يجوا أصحابهم، شو الأكتيفيتيز بتعملوها يوميا؟ وشو ممكن يتغير معك بالمستقبل؟ مثلا غرفة نوم الطفل ممكن تصير جناح أو شقة مستقلة، أو أي مساحة جديدة على حسب احتياجات العيلة. فالتصميم المدروس صح لازم يتغير معك، يكبر مع عيلتك، يناسب روتينك، يحس فيك لما تتعب، ويعطيك الراحة اللي انت بتدور عليها. فالتصميم هو مش عبارة عن شكل، هو ستوري، هي قصة الناس اللي عايشة بهذا المكان.